نحن عائلة طليح حمدان منحبكن كتير، والوالد كان عنده علاقة مميزة ومحبة خاصة مع أهلنا وأحبابنا في جبل الكرمل والجليل والجولان. نحن أهل روح وحدة وقلب واحد، منموت ومنخلق عن بعضنا، وهيدي عقيدتنا الثابتة الحمد لله على كل شيء. الوالد كان مثال للوفا، الله بعته على هالدنيا مثل نجمة بالسما، غنى بحفلاته بإحساس وخيال، وترك عاطفة وبصمة طيبة بقلوب الناس. إجا مثل النسمة وقدم من خياله الواسع أجمل أبيات الزجل اللبناني، وأبو شادي باقي بقلوب عائلته وأحبابه. أبو شادي مات جسديا، ولكن القصايد والشعر يلي غناه بحياته بيبقى عايش مئات السنين للأجيال القادمة. وبحب أشكر أهلنا وأحبابنا بالدالي على تسمية شارع باسم طليح حمدان، وشكر خاص الإخوة بالدالي يلي ساهموا بتنظيم ذكرى 40 لوفاة أبو شادي، وهم الأخ الحبيب روني حسون، والأخ الحبيب مجيد عجمية، والأخ الغالي يوئيل نصر الدين، ورفاقهم المحبين والأوفياء لطليح حمدان. من هون من لبنان بوعدكم نحن أولاد الأمير المنبرين أبو شادي، مكملين بالإرث الكبير يلي تركنا إياه الوالد بنية صافية ومحبة. ومن القلب منوجه الشكر لكل شخص عم يكرم طليح حمدان بجبل الكرمل ومنطقة الجليل والجولان، وخصوصا بالدالية وعسفية وحرفيش وشفع عمرو وجولس والبقيعة وجميع البلدات، وإن شاء الله بتضلوا بخير وسلامة. الله يخلينا إياكم، أفضلتوا علينا. مساء الخير للجميع الإخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم. كما عودناكم في الماضي نلتقي بكم اليوم لنتبارك من إله الشعر طليح حمدان ونستأنس بحضور زوجته الفاضلة أم شادي. فعلاقتنا مع أبو شادي كعلاقة الروح بالجسد، لا يفرقهم غير الموت. الله. فشاعرنا الكبير غني عن التعريف، وهو بالنسبة لنا رمزا وعلما خفاقا في العالم العربي ولا تعلو عليه راية. فهو كالنبع الفياض الذي يروي جميع من حوله دون كلل أو ملل، فقصائده ترد الروح للجسد، ولونه المميز وصوره الشعرية ونغمته الحنونة تشفي العليل. لا توجد كلمات ولا بلاغات لكي تصف شاعرنا المحبوب، فلساني يعجز عن التعبير، فهو بالنسبة لي كالدم الذي يجري في عروقي والروح الساكنة في جسدي. كما قلت لي قبل شهرين يوم عيد ميلادي: يا حبيبي يا ورد يا عطور، ربي لحبك رادني ورادك، ما في صبح طالع بدون النور، انت الصباح وفيك طلعت نور لتضل تعمل عيد ميلادك. وأنا أستأذنك لأقول: يا حبيبي يا ورد يا عطور، ربي لحبك رادني ورادك، ما في شعر بدون طليح حمدان، انت الإله والكل عبادك. كما قالت الدكتورة كلوديا أبا نادر يوم تكريمك: إذا نظرت إليه فتراه الشعر، وإذا نظرت للشعر تراه هو. هذا هو شاعرنا العملاق، هذا هو عظيم الشعراء وشاعر العظماء، هذا هو طليح حمدان. نتمنى له الصحة والعافية وأن يستمر في العطاء، ونتمنى لكم أمسية موفقة على أمل أن نستمر في مثل هذه اللقاءات. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. كلمة قصيرة للأخ حسين زيدان، فليتفضل. مسيكم بالخير جميع. ابن الدالي جاي على عمان تلتقي بعملاق لبناني، يا أبو شادي يا جبل من صان، بتبقى كبير وما إلك ثاني، وحامل إلك صورة من التحنان موجود فيها شعر وجداني، وجاي تقلك هون عن إيمان، عاشق لشعرك ابن زيداني. بهالمناسبة طبعا راح نقدم لشاعرنا العملاق الكبير أبو شادي طليح حمدان هدية متواضعة إن شاء الله تنال إعجابك، صورة رسم يد. الله حلو. رسم يد. رجعنا مشاري مسعيد.
يا أبو شادي بفضلك علينا اعذرنا إذا حقك ما وفينا، يا ريت هالصورة اللي بها البرواز نقدر نحطها بنص عينينا. حبيب قلبي. أسألك الجميع. شكرا للأخ حسين. والآن نترككم مع المنبر وعملاقه مع الشاعر طليح حمدان. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. شكرا لعازف العود أبو راني وفيق حديد.